يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل عجينة عيش حلوة جدا جدا. ينفع للحفلات، لعيد ميلاد، للمدارس، أي مناسبة. وهعمل حشوتين للعيش ده، وهو ممكن يتحشى يعني أي حاجة، حتى لو جبنة بس يتحشى. طري جدا، مش قادرة أقول لكم الطراوة بتاعته قد إيه. وهعمل معاكم الحشوتين اللي هحطهم فيه. هحضر الأول عجينة العيش. أنا حاطة، انت على فكرة الكوباية بتبقى هي اللي بنعاير بيها كل حاجة. ده مج لبن دافي، هنحط عليه باكو خميرة فورية. اللبن يكون دافي مش سخن. بيضة تبقى بره التلاجة علشان ما يبقى كله حرارة واحدة. وهحط معاهم ربع كوباية زيت. يبقى هي العجينة اللبن بضاية، ربع كوباية زيت، ومعلقة عسل أبيض كبيرة. لو مش متوفر العسل نقدر نحط سكر، معلقة سكر كبيرة. هدوب البيض في اللبن والخميرة واسيبهم اركنهم شوية تخمر شوية بس، وبعد كده هنحط الدقيق ونشوف بقية الحاجة. تقريبا انا هسيبها 7 دقايق، 5 دقايق او 7 دقايق بس. هنا بدأت تخمر خلاص. هنحط الدقيق تدريجي، يعني مش هنشوف الكمية. انا محضرة 3 كوبايات، هحط الاول كوبايتين وبعد كده نشوف هل ممكن نحتاج دقيق تاني ولا هنكتفي بال3 كوبايات. لكل كوباية دقيق هنحط معلقة كبيرة لبن بودرة. هو اللبن البودرة يا جماعة لأي مخبوزات بيبقى حلو جدا وبيطري العجينة. أنا كده حطيت. أنا ابتدي بقى أشتغل بإيدي، معلش. فأنا حطيت الدقيق تدريجي. هو أنا احتجت كمان على ال3 كوبايات 3 معالق دقيق. وبرضو العجينة بصوا زي ما انتم شايفين طرية، يعني بتلزق بسيط قوي، وده أنا عايزاه، مش عايزة العجينة تبقى أنشف من كده. هغطيها وهسيبها تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع. وهنقطع بقى، دي حاجة يعني حسب، هنعملها شبه الاسطوانة كده ونقطع. أنا مقطعة تقريبا 13 أو 14 واحدة. ممكن نقطعها على أكتر من كده ويبقى العيش أصغر شوية. هنعمل كور كده ونحطها في صينية ونغطيها ونبتدي نسحب منها، والباقي متغطي ما نسيبهوش كده ينشف. هنكور كل اللي أنا قطعته، هسيبها في الصينية شوية ونبتدي ناخد منها واحدة واحدة. أنا هعمل الشكل على شكل دايرة. أفردها كده كويس، دايرة مش كبيرة قوي. وبعد كده هتنيها تانية أكنها نص، يعني أنا بتنيها تبقى شكل النص. بس مش هقفل الحرف اللي أنا تنيته ده. أنا هضغط عليها كده من النص بسيط، لكن الحرف اللي فوق ده مش مقفول. كده أنا رصيتها. محضرة بيضة، شوية لبن، وهدهنها بيها. ممكن نحط شوية حبة البركة. أنا حاطة سمسم بني مش سمسم أبيض. وهنسيبها برضو شوية وبعد كده هنبتدي ندخلها الفرن. ما بتاخدش في الفرن يعني أكتر من ربع ساعة. اللي ما بيحبش سمسم ولا حبة بركة ما يكتفي بالبيض واللبن. الحشوات اللي هعملها ليها هعمل نوعين. دي تونة مصفياها، هحط عليها بصل أخضر وفلفل أحمر، وهنحط عليها مايونيز ونزود شوية. هنحط عليها باربيكيو نزوده شوية بيخلي طعمها خطير. حطينا معلقة مايونيز، هنحط شوية باربيكيو. دي أول حشو هحشي بيه، بس أنا مزودة شوية الباربيكيو مع التونة بيبقى حلو جدا. ودي فراخ مسلوقة ومتقطعة، هنحط عليها خس وخيار مخلل. وهنحط عليها، ده تقريبا صدر فرخة، هنحط عليها جزراية مبشورة ومايونيز. وهنحط معاها كاتشب برضو، شو رشة ملح وفلفل. التونة ما بتحطلهاش فلفل أسمر، حطيت لها شوية ملح بس التونة مش هنحط لها ولا ليمون ولا خل ولا أي حاجة. كده أنا حضرت الحشوتين اللي هحشي بيهم السندوتشات. يعني بصوا في أي مناسبة، في عيد ميلاد بيبقى لذيذ قوي، طري جدا، شكله حلو قوي. وأي حشوة انتوا عايزينها تقدروا تعملوها. أنا طلعته من الفرن، بصوا عامل ازاي، خطير، طري. ممكن تصغروه شوية كمان عن كده.
اول ما يطلع من الفرن لازم نغطيه ونسيبه شوية. بصوا عامل ازاي، يعني طراوة مش طبيعية. هنحشي الفراخ والتونة اللي انا عاملاها دي. التونة انا حاطه لها زي ما قلت لكم بصل اخضر وفلفل احمر حامي، ودي خلطة الفراخ، جزر والخس وكاتشب والمايونيز وشوية ملح وفلفل صغيرين. الفراخ دي مسلوقة وانا مفصصاها، ف مش عايزة اقول لكم لذيذ قوي في اي مناسبة، شكله حلو. يا رب يكون الفيديوهات بتعجبكم ان شاء الله. نكمل كده بدعمكم بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين لدخول رمضان. يا رب يعود على الجميع بالخير، ويا رب تكون الفيديوهات ان شاء الله بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس. ميرسي جدا جدا.